الناس أجناد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعين الافاضل في كل مكان، حلقه جديده وبرنامج جديد بعنوان قضيه ورأي. هذا البرنامج الذي ياتيكم عبر شبكه سلام الاعلاميه، والذي نستضيف فيه ضيوفا دائمين يتحدثون عن هموم الشباب وقضاياهم ومشاكلهم، فنرحب بهم جميعا. الزميل العزيز عمار محمد، حياك الله عمار. اهلا وسهلا، السلام عليكم ومرحبا مرة أخرى في حلقة جديدة. أحب أحيي الجمهور والمستمعين، حيي أخوي عبد الرحمن وأخوي أنس، حياك الله. والله ينفعنا بما فيه الخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. تحية أيضا موجهة إلى الزميل أنس بيان. الله يكرمك عبد الرحمن، اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بك عمار، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة، اللهم آمين. طيب، بشكل مباشر ندخل في موضوع هذه الحلقة الذي طال كل بيت ولزم كل شاب، وأصبحت حياة الشباب لا تكتمل إلا بها، ألا وهي أثر مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الفرد والمجتمع، تحديدا على حياة الشباب. طبعا أبدأ بزميلي أنس، ولعل الموضوع هذا موضوع بحر كبير وشيق وفيه محاور ومواضيع كثيرة، ونحن في هذه الحلقة بإذن الله نحاول أن نغطي أبرز الجوانب والمشاكل المتعلقة بهذا الموضوع. لو سألتك يا أنس قلت لك ما مدى تأثير، وخلينا نبدأ بموضوع التأثير، لأنه أصعب شيء في مواقع التواصل الاجتماعي أنها تؤثر على الشباب. فما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الشباب بشكل عام، سواء حياته الدينية، حياته الاجتماعية، حياته النفسية، حياته العملية، حياته المهنية؟ أعطينا كذا تصور عام ما أثر هذه المواقع على حياة الشباب. أولا حياك الله عبد الرحمن وحياكم الله جميعا. في الحقيقة كما ذكرت هو موضوع يعني كبير جدا ودخل في كل بيت، ولكن خلينا نبسط هذا الموضوع ويعني ناخذ فيه كذا مصطلحات بسيطة، ونحاول نحن نوصل المشاكل اللي نمر بها نحن كشباب عبر الشاشات الجميلة هذه قناة سلام. طيب خلينا في البداية عبد الرحمن ناخذ ونعرف التواصل الاجتماعي بشكل كذا مبسط. جميل. التواصل الاجتماعي هو عملية التي من خلالها يتبادل الأفراد المعلومات والأفكار والمشاعر والقيم، وتهدف طبعا إلى بناء علاقات لفهم الآخرين والتفاهم أو التفاعل مع المجتمع عبر المنصات التي تمتلكها. هذا بشكل عام تعريف التواصل الاجتماعي. مدى تأثير التواصل الاجتماعي عبد الرحمن، خلينا نكون أكثر واقعية في الحقيقة. التواصل الاجتماعي الآن غزا جميع الناس، يعني لا يكاد تجد إنسان أو فرد موجود على هذا المجتمع. لا نخصص فئة الشباب في هذا الموضوع. التواصل الاجتماعي أنت تلقاه مع الكبير والصغير وأصحاب العقول الكبيرة وأصحاب العقول المتوسطة وإلى آخره. هو الآن أصبح التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا غزت جميع البيوت كما ذكرت أخي عبد الرحمن في البداية، ودخلت في كل عقل شاب وشابة، رجل كبير في السن، رب أسرة وإلى آخره. فمدى تأثيره يعتمد على كيفية استخدامك له. جميل. فأنا إذا قدرت أنا كأنس أقنن ما مدى استعمالي للسوشيال ميديا والطريقة اللي أنا أستخدم فيها وبماذا أنا أستخدم السوشيال ميديا، فهنا التأثير يكون عليه إيجابي. ولكن أنا إذا فتحت المجال بالكامل ولم أقنن نفسي واستخدمت السوشيال ميديا في أشياء ما تنفعني أو أشياء قد تأخذ من وقتي وتسحب وإلى آخره، وما استثمرت هذا العلم الكبير جدا الموجود الآن في نفع نفسي ونفع الآخرين، فهنا يكون التأثير ومردوده على الشخص مردودا سلبيا. يعني فقط مسألة المدة هي التي تؤثر على حياة ليست المدة فقط، إنما المحتوى. هذا المحدد الآخر. نعم أكيد. فأنت الآن عندك مدة وعندك محتوى. أنت الشيء هذا أو العلم والكمية الكبيرة هذه اللي عندك، المدة اللي أنت تستخدم فيها، وخليني أنا أنقل المدة إلى النقطة الثانية، إنما النقطة الأولى وهو المحتوى. أنت إيش قاعد تسوي بهذا الشيء اللي أمامك؟ جوال، انستغرام، تويتر، أنت قاعد تستخدمه في إيش؟ هذا الشيء هو الذي يحدد ما مدى مردود التواصل الاجتماعي
في تاثيره على الشخص. خلينا نوضح المساله، يعني نحن قاعدين نتكلم هنا عن التاثير سواء كان ايجابي او سلبي، احنا فقط نتكلم عن التاثير بشكل عام. نعم. التاثير يتاثر للشاب اما بعدد ساعات استخدام للسوشيال ميديا او بالمحتوى. نعم. جميل جدا. طيب خلينا اول شيء، احنا برنامجنا نحب نركز اولا على السلبيات والمشاكل، حتى بعدها يعني ننشئ من المشاكل ومن السلبيات حلولا وايجابيات. لو سالتك يا عمار، اعطيني كذا نظره واقعيه زي ما ذكر اخي انس قبل قليل، ما هي ابرز السلبيات التي اثرت على سلوك الشباب داخل مواقع التواصل الاجتماعي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلبيات المؤثرة على الشباب في هذا الزمن، في عندك تنقسم لقسمين: سلبيات دينية ودنيوية. من حيث أنه في تأثير كبير على هذا الجانبين، وهي أهم جانبين في الدين والدنيا. من الجوانب هذه أنه في الدين الناس صارت عندها ضعف في الدين، صار عندها رؤية مختلفة من هذه الناحية، فبيأثر كبير على شباب. وفي منهم كثير الآن يجي تسأله على أشياء بسيطة في الدين، أنه من حيث هذه الناحية قاعد يشوف التواصل الاجتماعي، فمن كثر ما يطالع في الأشياء هذه السلبيات، بعض الناس تنزل أشياء غلط، بعض الناس تنزل أشياء ما هي حقيقية، في ناس يألفون، في ناس ما يتكلمون بالدين الصحيح. بس فعلا يعني هل هذه سلبيه يا عمار؟ مثلا الحين اجي اقول لك يا اخي لا، يعني موضوع التاثير الديني انا اقدر استفيد من مشايخ، وفي كثير من المحاضرات والندوات، وفي ناس كثير استفادوا من الانترنت، فكيف تكون هذه سلبيه؟ اي تكون سلبيه. كيف؟ في قلنا لها طريقين، في ايجابي وفي سلبي. انا اللي اشوف السلبي بتكلم عن السلبي اليوم. جميل. فالسلبي اللي نقول عنه، يعني مو كل الناس بتدلك على الخير او بتيجي توريك الطريقه الصح. في ناس بتطلع في السوشيال ميديا بدافع انه الشهره، بدافع المال، بدافع اشياء ثانيه الله اعلم، كما نشوف التوجه الغربي. وهؤلاء قد يستخدمون الدين حتى يصلون بالضبط. يستخدمون الدين كحجه انه هذا الشيء تمام وهذا هو الطريق الصحيح، ولا هو طريق خطا. كلنا نعرف هذا الشيء، وفي نماذج كثيره في هذه الحياه. جميل. بحيث انه الجانب الاخر، الجانب الدنيوي، بعيد جدا، بتشوف تاثير كبير على حياه الشباب. في ناس بتضيع جدا في هذا العالم لما تتكلم معاه ولا تشوف توجهاته، ما عندها اي شيء. تشعر انه يعني نقدر نقول انه في عالم وهمي الناس بيطلعونه. بالضبط. يعني شخص يظهر شيء ولكن هو في الحقيقه شيء اخر تماما. بالضبط. عالم وهمي كبير، بحيث انه الناس صارت تتحجج بالسوشيال ميديا. يعني توريك في ناس اصلا تكون متضايق، تكون زعلان، يكون اللي يكون فيك ينزل لك مثلا ستوري او في مواقع التواصل انه ايش مبسوط، انه انا عندي وانا عندي، بحيث انه لما تيجي في حياته الواقعيه ترى هذا الانسان ضايع ولا هو فرحان، طول وقتها مكتئب، لا عنده تواصل اجتماعي حرفيا. ونعرف ناس كثير من هذا الشيء، بسبب هذا الشيء ضاع كثير من الشباب. جميل جدا. فخلينا نقول نختصر الكلام انه نقول انه ابرز السلبيات يعني اما ان تكون في الدين او تكون ايضا في المحتوى الدنيوي. إيه؟ طيب هل يا انس للاسره والمجتمع دور في تقنين هذه السلبيات، او هل لهم دور بشكل عام في موضوع او مساله السوشيال ميديا واثرها على حياه الشباب؟ والله يا عبد الرحمن، انت يعني سالت عن عظيم. في الحقيقه دور المجتمع والاسره في هذا الموضوع هو اكبر، خليني اقول لك اكبر جزء يمكن ان ينقل هذا التواصل الاجتماعي من خير الى شر. جميل. فالمجتمع والاسره يلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال الآن الابن عندما ينشأ في البيت، الآن عبد الرحمن خلينا نكون واقعيين صراحة، أنا أريد هذا الكلام، وأنا قبل أن أبدأ وأسترسل في هذه النقطة فأنا أتكلم عن رأي شخصي، أنا لا أستند على أحد، لا أتكلم عن كلام يعني أتكلم عن رأي شخصي. جميل. الآن
خلينا نكون واقعيين بأنه الإنسان الذي لك شيء في التواصل الاجتماعي هو بعيد عن العالم في الحقيقة. خلينا الآن بشكل واقعي. أي بشكل واقعي. جميل. الإنسان اللي ما عنده الآن يعني ما هو موجود في التواصل الاجتماعي، أنا في وجهة نظري بأنه هو بعيد عن العالم. العالم كلها الآن يصب في السوشيال ميديا، الأخبار وما الأخبار وإلى آخره موجود عندنا في السوشيال ميديا. فوجود الجوال، أنا أتكلم من ناحية الآن يعني من ناحية تربوية عائلية في دور الأسرة في هذا الموضوع. فوجود الجوال أصبح في الوقت الحالي شيء يعني أقرب إلى أنه إلزامي أو إجباري، يعني لابد أنه يمتلك الشخص. ولكن الدور هنا وين؟ الدور في المجتمع أو دور الأسرة هنا في التقنين. أنت الآن كرب أسرة عندك أطفال، الدور الآن ما هو الحرمان. أنا ترى أختلف اختلافا تاما، وهذا طبعا نقطة نقاش، بأنه الحرمان، أنا ضد موضوع أن الأب يحرم أو يحرم. أنا ضد أنه الأب يمنع الجوال من الأبناء في المنزل. حتى الأطفال؟ نعم حتى الأطفال. نعم حتى الأطفال. يعني شخص حرمانا تاما؟ إيه؟ لا، أنا أختلف اختلافا تاما. لا، هنا في نقطة نقاش حادة جدا. بس إني أنا أتكلم في وجهة نظري جميل. الشخصية. جميل، راح أرجع لهذه النقطة. جميل. أكيد. الآن أنا يوم أقول لك يا عبد الرحمن بأنه أكبر يعني ليش أنا أقول لك دائما حول فكرة المنع إلى حوار. أنت افهم ابنك، وأنت يا شاب افهم. يعني نحن الآن شباب على سن زواج، فيعني كذا مستقبلا إن شاء الله 2 3 4 سندخل في دوامة الأبوة وإلى آخره. المنع يولد اصطدام. الآن أنت ما ممكن، جميل، أنا ابني يروح المدرسة يلقى أنه الجميع موجود معهم جوالات وإلى آخره، ثم أنت حارمه تقول بسبب أنه أنا لا أريد أن يدخل في عقله ويتلوث العقل وإلى آخره. لن تستطيع. ولكن أنت تستطيع اللي في يدك إيش؟ أنك تقنن وتعرف المسار السليم الذي تعطيه لولدك يمشي فيه، تقنن مدى الاستخدام. حاول. ليش أنا أمنع؟ ليش أنا ضد المنع؟ المنع اصطدام. أنت ما قاعد تكسب ابنك هنا الآن. أنت الآن قاعد تولد بينك وبينه. هل في عمر معين فجوة لهذا التحاور مع الأبناء؟ يعني هل أنا أحاور ابني عمره 5 سنوات أقول له والله يا ابني ما رأيك ما أعرف إيش، أو لازم يكون يوصل لسن معين؟ لا بالعكس، أنت حاور الطفل وهو صغير. أنا أحاول ابني وهو في سن، لا يعني 5، أنت تتكلم عن 5 6 سنوات، يعني هو لسه. بس إني خلينا أتكلم مثلا من دخوله إلى أولى ابتدائي، تبدأ تتكلم معاه بلطف. أنت ليش تبغى، ليش ما تسوي، عندك مثلا التلفزيون ممكن تستخدم القنوات هذه. فأنت بدورك بذكائك الأبوي تقدر تقلب الإدمان هذا إلى شيء ممتع يستفيد منه الإنسان، ولكن ليس بالمنع. مع الإبقاء أنت تقصد؟ أي أنا مع الإبقاء أكيد، ولكن مع التقنين، مو بالإبقاء المفتوح. أنا مع الفكر الذي يقول بأنك أنت هذا الجهاز وهذا التواصل الاجتماعي لا غنى عنه بعد الله عز وجل. جميل. فالابن دام أنه صغير المخاطر كثيرة، كما أن الفوائد كبيرة جدا في الهاتف والتواصل الاجتماعي، فإن المخاطر كثيرة جدا. فايش دورنا احنا؟ نمنع الفوائد؟ لا، ما نمنع الفوائد. المنع غير ما هو خيار، ولكن انا اقنن واضع خطه اخلي الطفل او الشاب او الابن يستفيد من الخير بتقنيني انا وتوجيهي كأب. ولكنك انت تمنع، هذا صد. والصد انت قاعد، بل يا رجل انك انت يوم تصد ابنك عن هذا الشيء انت قاعد تجعله متاخر. الناس الان اللي بعيده عن السوشيال ميديا يعني الا من رحم الله، ولكن الان يا اخوان خلونا نكون واقعيين. يعني الدور كله يصب على السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، المعلومات والى اخره. فانت يوم تمنع ابنك منعا باتا وتقول انا في سن معين ساعطيه الهاتف والى اخره، انا لا اتفق صراحه مع الكلام ده. قد يكون من باب المحافظه على الابن. محافظه على الابن، قنن كيف يستخدم الابن هذا الهاتف، ولكن ما تمنع. المنع غير اسلوب طيب. غير صالح. هذه خلينا نقول انها وجهه نظر. نعم. ومساله نقاش. نعم. وفي ناس كثير يتكلمون حول المنع
اكبر او اهم من التقنين او اهم من انك انت تعطي، ولكن انت حتى في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعطيك خيارات انك انت تحدد المحتوى الذي يشاهده الابن، ولكن بعض الناس يقولون المشكله ليست في المحتوى الذي يشاهده الابن، المشكله في الجهاز نفسه. يعني هذا الجهاز الذي صنعه، يعني صنعه بطريقه تجعل الطفل يدمن عليه هو بذاته لا للمحتوى الذي بداخله. بمعنى انا لما احمي ابني من الجوال، انا ما احمي ابني من المحتوى اللي بداخل الجوال، انا احميه من الجوال بشكل عام، من فكره يكون المعلومه كلها تختزل في جهاز واحد، بل انا اسسه تاسيس صحيح، اسسه على المنهج، على الكتاب والسنه، على الكتب، على مصادر المعرفه اللي ما تؤثر عليه سلبا على ذاكرته وعلى عقله. بعد كذا انا شيئا فشيئا يعني افتح له يعني افق جديد اللي هو افق التواصل الاجتماعي. والعلوم هذه يعني قضيه يعني حتى اختلف فيها الخبراء والمفكرين والعلماء، فهي ليست يعني محصورة في حل واحد، ولكن وجهة نظر أنس يقول المنع والاصطدام مرفوض تماما، الحل هو الحوار والتقنين. طيب هذا دور الأسرة، هل للمجتمع دور؟ اكيد بلا شك. كيف، ايش هو دور المجتمع؟ يعني أنا أفهم إنه الشاب ممكن تؤثر عليه وأسرته بشكل مباشر، لكن المجتمع كيف يؤثر على الشاب؟ المجتمع تراها عبارة كبيرة جدا. خليني انا ابسط لك اياها عشان توصل الصورة. كيف؟ المجتمع يدخل من ضمن المجتمع الاصدقاء. جميل. فانت بتحط نفسك باصدقاء يعني اصحاب همم، اصحاب افكار، اصحاب يعني اصحاب خيرين، خليني اقول لك بشكل مبسط. انا اخذت جزء من المجتمع حلو. اللي هم الاصدقاء، الدائره المقربه منك. يوم يكون الحديث كله مثلا في الجلسات عن مثلا انا والله يا اخي طريقتي مثلا في يعني استخدام الجوال، تلقاني والله احاول قدر المستطاع اني مثلا امسك عندي اختبار في هذا الماده، فانا اتابع في هذه القناه واحاول قدر المستطاع باني اعتمد على اوزع جدولي، باني اعطي مثلا العائله وقتها والاصدقاء وقتهم والجوال وقتهم والى اخره. فهذا دور شوف بسيط جدا من المجتمع، ولكنه محيط بك وانت لا تدري. والانسان ترى من طبعه هو التاثير. الانسان ترى يتاثر بما حوله، حتى لو يعني كان ابسط شيء، صديق ما صديق، زوجه ما زوجه، انت انسان مؤثر، انت موجود في هذا الارض، انت انسان مؤثر على اللي حولك خيرا او شرا، ومتاثر بمن حولك. نعم. فلذلك المجتمع دائرة جدا كبيرة. لو تبغانا نوسع الأصدقاء امسك على موضوع المدارس، المناهج إلى آخره، الآباء، الفكرة العامة، المؤسسات إلى آخره. هذا كله يلعب دور كبير جدا. جميل. ولكنك أنت عندك دائرة قوية يمديك أنك أنت تتصرف بها، وهي دائرة العائلة مثلا إذا كنت أنت رب أسرة، ثم دائرة الأصدقاء. أنت قد تكون مؤثر على أصدقائك، ولكن في دائرة أكبر، وهي مثلا دائرة المناهج التعليمية والى اخره. قد تبدي رايك، ولكن قد لا تكون مؤثر كبير جدا. ولكن دور المجتمع لا يقل اهميه عن دور العائله. جميل، جميل جدا. نعم. عمار، من احدى مشاكل او سلبيات السوشيال ميديا، وبالحديث عن السلبيات، يقول انها يعني قربت الناس كثيرا من المحتوى الافتراضي وابعدتهم كثيرا عن المحتوى الواقعي، ابعدتهم، اثرت على حياتهم الاجتماعيه. هل مهارات التواصل الاجتماعي تدهورت عند الشباب بسبب السوشيال ميديا؟ الله، هذا شيء اكيد وحاصل. أكيد. شيء اكيد وحاصل في مجتمعنا كثير جدا. كيف؟ الان الناس صارت من خلف الشاشات، تتكلم من خلف الشاشه، فما تدري انت هذا الانسان ايش عنده من مهارات، ايش ما عنده من مهارات. فصار الناس زي ما تقول انت الان مثلا تتكلم مع انسان، تتكلم في موضوع مهم، يجي في النهايه يرسل لك ايموجي. هذا صاير صراحه مؤذي. عندك الان في التحاور مثلا جلسه، مثلا جالسين في كافي، هذا الانسان المتاثر بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والاشياء هذه مستحيل يجلس في مكان ويقدر يتحاور معك، يقدر يتكلم باريحيه، مستحيل يقدر يعطيك رايه،
يعطيك آراء أشياء إيجابية. تحس إنه إنسان كأنه روبوت، يعني يشتغل فقط على المكان. بالضبط، عايش زي ما قلت في عالم موازي، عالم ثاني. هو جسدا معك، عقلا ليس معك. هو في عالم حرفيا ثاني جدا. وكثير من هذا ايش سببها؟ سببها السوشيال ميديا؟ هذا سببها السوشيال ميديا. من الاشياء اللي تشوفها، زي مثلا الان نتكلم عن، شوف هذا الشيء اولا لما اتكلم في الموضوع، هذا الشيء مؤثر فينا كلنا ولكن بنسبة متفاوتة يعني. بنسب متفاوتة، حرفيا بنسب متفاوتة، لكن مؤثر على كثير من 99% مؤثر عليهم. جميل. صاروا حتى الآن كبار في السن، سبحان الله، من يوم ما دخلت صارت حبة حبة حتى وصلت إلى كبار السن. تلاقي واحد ما شاء الله عمره 50 60 70 سنة وماسك الجوال ويقلب في تيك توك يقلب ومدري ايش، يقول لك شوف وتعال شوف هذا في اشياء منها كثير غلط. خطير. فهذا الشيء مؤثر على كل الفئات السنية، مو بس على الشباب. لكن من ناحية الشباب، المفروض الشباب يعرف يتكلم. الآن لو تطلع أحد من الأجيال القديمة وتطلعه للمنصة بيتكلم بدون تردد، ولا يمكن ما يكون عنده خبرة، لكن بيقدر يتكلم لأنه تعود أن أصلا يعبر عن نفسه وهو صغير. تعود من كل النواحي. ما كان عندها الأجهزة، ما كان عندها الملهيات، ما كان عندها الأشياء اللي تشغله. كان مركز في الحياة، يتحاور مع الناس، يتحاور مع اللي بعمره، يتكلم مع الكبير والصغير، يقدر يتواصل مع الكل. صار عنده حرية في التعبير، صار عنده أريحية في الكلام. أما يعني أبناء الجيل التالي، أما الآن ما نقول بس أبناء الجيل التالي، حتى أبناء القدامى، بس الأكثر في هذا الزمن، في هذا الجيل، لأنه على وقتهم سبحان الله السوشيال ميديا والأشياء هذه وصلت، الهواتف الذكية وما إلى آخره. فصارت تأثر عليهم من ناحية الدراسة، من ناحية التحاور والتخاطب الاجتماعي مع الناس، من ناحية حتى بعض الأحيان مع الأهل. تلاقي الآن الشاب ما يعرف يتكلم مع أهله، لكن تعال مثلا شوفها في الجوال، والله وحش إلكتروني. اتكلم إلى ما، لكن نزله، قل له هذا أبوك يبي يتحاور معك، ما بيتكلم. تعال تناقش معايا يا ولدي، نتكلم، صدقني بيجاوبك كلمتين. ما هي هذه مشكلة الأجهزة. صار الواحد لما تيجي خلاص يرد عليك كلمة في مثلا في الواتس، يرد عليه في كلمة، خلاص انتهى. صارت مشكلة، خلاف مثلا لا سمح الله بين اثنين من أصدقاء، صار إيش يسوي؟ إلغاء متابعة، مع السلامة، كذا يقول لك أنهيت أنا علاقتي بك. ولا بلوك. كيف؟ أنا مش فاهم يعني كيف تنهي علاقتك بإنسان بإنك تبلكه مثلا، ولا تسوي له إلغاء متابعة كذا، خلاص أنت طلعت إنسان من حياتك. ممكن تتقابل أنت وياه برا، يمكن تقعد أنت وياه. لو كان الأجهزة ما هي مؤثرة على الناس، كان الآن جلسوا هم الاثنين وتحاوروا، وصلوا لنقطة مهمة. شوف من ناحية مثلا بناء أسرة، احنا زي ما قال أخويا أنس، نحن مقبلين على زواج، في مننا متزوجين وفي مننا مكونين أسر. يعني هذا حيواجه صعوبة كبيرة مع زوجته في التواصل، في التحاور، يكلمها على الوقت. ايه بالضبط، حيفتح يقول لها مدري ايش، هي قاعدة في الغرفة الثانية ولا يسأل شات جي بي تي. بالضبط. وعندك زي ما قلنا ان شاء الله في المستقبل كمان يجيك ابناء. هل بتربي ابنائك على نفس الطريقة؟ انك خلاص كل شيء الكتروني، كل شيء في الجوال، كل شيء تعبر عنه هناك؟ مستحيل. هذا الجيل حرفيا قاعد يتدمر بسبب السوشيال ميديا. وفي ناس كثير وغير كذا السوشيال ميديا زي ما قلنا. سبحان الله، اليوم كنت اقلب في الجوال، طلع احد المشاهير وهو في التواصل الاجتماعي، دائما يتكلم في التواصل الاجتماعي، فيقول لك انا ادخل الانستغرام او التيك توك او الاشياء هذه، يقول لي فجأة الاقي شيخ، فجأة تقلب اللي بعده تلاقي والعياذ بالله تلاقي اشياء خالعة واشياء ما هي زينة، فجأة تقلب تلاقي كورة، فجأة تقلب تلاقي اخبار، فجأة تقلب. فهذا الشيء بيأثر على الدماغ اصلا. دماغك اصلا من جوا زي ما يقولون، معليش لهذه الجملة، بيسبب تعفن. فيسبب هذه مشكلة في الدماغ. الآن صارت مشهورة اسمها التعفن الإلكتروني. هذا مرض انتشر الآن وتكلم عنه الدكاترة كثير. هل سمعت بمرض أو التعفن الدماغي؟ كثير. إيش رأيك في موضوع التعفن الدماغي؟ هذا شيء جدا سلبي. هل تشعر إنه في ناس فعلا أنت راهم في المجتمع يعني
متاثرين بالتعفن الدماغي؟ كثير، ونحن منهم بعض في اشياء احنا معهم في اشياء مأثرة علينا، ما نكذب يعني. في عندنا مهارات نقصت بسبب الاشياء هذه. فدائما انا اقول ترى مأثرة علينا وعلى الشباب وعلى الاطفال وعلى الصغار. فانا دائما اقول اولا من ناحية الاجهزة، اولا نخاف الله في الاشياء اللي نمسكها، في الاشياء اللي نقلب فيها. يعني ما في احد ما يغلط، ما في احد معصوم من الغلط. ولو غلط ارجع وحاول انك يوميا يعني تترك الجوال. مو في ناس تمسك الجوال طول اليوم، يعني تيجي تقول له فاضي، ما يقول لك ماني فاضي. تيجي تقعد معاه تشوف او تدخل عند البيت تلاقيه ماسك الجوال، اصلا قاعد على الجوال، نايم على الجوال. اوكي في نفسيتك تعبانه مدري ايش، هذا خليه على جنب. ما هو الاجهزه هذه هي اللي تدمر نفسيتنا، الاجهزه هذه هي اللي قاعد تدمر حياتنا. وثالثا صاروا الناس من كثر ما يشوفوا في زي ما نقول المشاهير، حياة الناس، بيشوف الواحد صار بيصير زيهم. انا ابغى اصير زي هذا المشهور، انا ليش هذا عنده. صارت في مقارنة وغيرة، بحيث انك ما تعرف انت حياة الانسان هذا ايش فيها. الله اعلم، يمكن ظاهره هو الخير، يمكن الباطن هو الشر، بينما انت حياتك احسن منه بمراحل. صارت الناس تقارن حياتها بحياة الناس الثانيين، هذه العادة ما كانت موجودة أصلا. وفي عندنا كمان من الناحية الدراسية، صار الناس يعني ما يقدر يروح عند الدكتور مثلا إذا كان في الجامعة أو كان في الثانوية، ما يقدر يروح عند الأستاذ أو الدكتور يجي يشرح له مثلا أنا أستاذ ما فهمت الموضوع هذا، أحتاج كذا كذا. ما صار يرسل للدكتور في الجوال، إن رد عليه رد عليه، ما رد مع السلامة، أنا إيش دخلني، ولا يهتم. مرة فتح شات جي بي تي أو الأشياء التكنولوجيا الآن الموجودة، يراجع منها وخلاص. هذا بكرة النهار إذا راح يشتغل ولا شيء، لا راح يكون عنده مهارة التواصل مع زملائه في العمل، لا راح يكون معاه أي شيء يتواصل فيه مع الناس اللي حوالين المجتمع، راح يكون وحيد، راح يكون لحاله. هذه النوعية هي اللي قاعد تدمر شبابنا ومستقبلنا، الله المستعان. إيجاز رائع صراحة، أنا كنت مستمتع صراحة بفقرة المرة. سلبيات ومشاكل. ما هو الحل يا أنس؟ والله يا أخي عبد الرحمن، مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. كما ذكرت هو سلاح ذو حدين، إما أن يبعدك بعيد إلى الهاوية، وإما أنك تستفيد منه وتخرج به بشكل سليم جدا. ولكن أنا إذا كان هناك حلول، وإذا كانت هناك رسالة يعني ممكن أني أنا يعني أقولها، فهو التقنين أمر جدا مطلوب. في الحقيقة هذه مسؤولية كل فرد. خلينا لا نحط كل شيء على عاتق أرباب الأسر عشان لا يزعلون مننا، ولكن خليني أنا أحط الكلام الآن بشكل عامي ولا أحدد صنف معينا. التقنين هو مطلب لكل إنسان، وهو في عاتقه. لأننا خلينا نأخذها احنا من ناحية دينية. سيسأل الإنسان يوم القيامة عما لي فيما أفناه وعن وقته وسيسأل عن شبابه. فأنت الآن يوم أنك أنت تضع هذه الأمور دائما في عينك، ودائما تستحضر هذه المعاني، وتعلم بأنك أنت إنسان مسؤول عن وقتك، مسؤول عن وقتك أمام الله عز وجل. أين ذهب هذا الوقت؟ في ماذا أفنيته؟ إيش سويت وإيش تعلمت وماذا أفدت؟ فالإنسان يوم يحط هذه الأمور في يستحضر هذا الكلام داخل نفسه، ويكون يكرره بينه وبين نفسه كثير هذا الموضوع، يبدأ يعرف ويقنن الوقت. التواصل الاجتماعي أنا أعيد وأكرر لا غنى عنه بعد الله عز وجل، ولكن ليش أنا قلت لك سلاح ذو حدين؟ إذا فتحت المجال خلاص يسحبك. الآن أنت أصلا لو تلاحظ، خليني أقول لك مثلا على سبيل المثال، الآن
انت لو دخلت الريلز مثلا في الانستغرام تلقى شوف هم وصلوا الى اي مرحله عشان يجذبونك. تدخل تشوف لك مقطع كروي، البوست حق ميسي في الكامب نو اللي منزله امس ولا شافك اخذت لايك وقعدت تتجول ومدري ايش، فعرف ان محتواك رياضي فيبدا على طول تلقائيا يعطيك المحتوى الرياضي، ثم شوي شوي تحس يعني خوارزميات تشتغل مع اهتماماتك. يدخل شويه في ميسي، ثم ذكريات الكامب نو والكلاسيكو ومدري ايش، يبدا يجيبك ياخذ الجو اللي انت يبغاه، فتاخذ 5 دقائق الى ساعه الى ساعتين الى 3 تلقى نفسك ايش دخل عندك وقت الفجر، فتقول باقي ساعه مدري ايش زي كذا وتنام. نفس الموضوع هذا، هم هدفهم هذا هو، انه هو عارف بانك انت ايش تبغى من خلال شوفوا ان انت معطي لايك على ايش، وقفت على المقطع هذا، المقطع الثاني سكبت له الى اخره، فهم يشوفون ايش المحتوى اللي يجذبك فيعطونك المقاطع فتمشي انت حبه 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 حبه. هنا ان لم يكن في تقنين دخلت انت في السلاح الاول وهو السلاح السلبي، خلينا اسميه لك السلاح السلبي، بانه دخلت السوشيال ميديا وسحبتك و الى اخره. ولكن في هناك سلاح جميل وهو السلاح لمعرفة أحوال العالم. مثلا الآن الناس، خليني أعطيك أنا مثلا أربط شيء بشيء، السلاح الجميل في معرفة أحوال الناس. الآن أنت لو ما عندك سوشيال ميديا هل بتعلم في حال أخواننا في السودان؟ أبدا. والمصائب التي تمر بهم، نسأل الله عز وجل من هذا المنبر أن يعجل لهم بالفرج. ترى المقاطع وترى أخوانك هم يتعذبون وأخواتك من النساء هم يغتصبون و إلى آخره. فهذا جانب جميل ليس في رؤية حال أهل السودان، ولكن لمعرفة حال أخوانك. شايف؟ فأنت يوم تربط هذا الشيء بأنك أنت تحاول أنك تستخدم السوشيال ميديا في توصيل أو لمعرفة الخير، وحتى لو أنك مثلا تستخدم السوشيال ميديا في نصرة الإسلام والمسلمين حتى لو أنها بكلمة. أنا كثير من الهاشتاجات تقوم على قضية السودان، ادعموا السودان و إلى آخره، كما كانت القضية الفلسطينية، كانت العالم تتكلم و إلى آخره. فأنت ممكن أنك أنت باستخدامك للسوشيال ميديا من الجانب الخيري ممكن أنك أنت تنصر إخوانك أصلا، ممكن أنك أنت تحث أصلا إخوانك على الدعاء. وكما قال أهل العلم بأن الدعاء هو الجند الذي لا يغلب. يعني أنت في ناس ما عندهم هذه المعلومة، فممكن أنت من مواقع التواصل الاجتماعي في استخدامك السليم ممكن توصل هذه الرسالة. جميل. نشر مقاطع اخوانك في السودان ويعني في ناس تستخدم، ولكن زي ما قلت لك بان محتواهم كوره كوره كوره، ما هو عارف ايش اللي قاعد يصير من العذاب والالام التي تمر بها السودان. فانت يوم انك انت مثلا تنشر في الستوري حقك مقطع مثلا لرؤيه اخواننا في السودان، الله يعني يرفع عنهم، تلقى انه في ناس تتعجب تقول لك انا يا اخي انا موجود على السوشيال ميديا مثلا من العصر ما شفت هذا المقطع، لانه محتواك ما هو محتوى صالح. انت قاعد تدور لي في كوره وتدور لي في مسلسلات و الى اخره. فايش يعرفك بحال اخوانك؟ فانا اقول لك هو سلاح ذو حدين في الاخير. على عاتقك لكل انسان بالغ عاقل ستسال عن هذا الوقت، انت ماذا فعلت؟ استخدمت السوشيال ميديا استخدامه موجود، ولكنك ستسأل أنت في ماذا استخدمت هذا السوشيال في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل استخدمته في خير أم استخدمته في شر؟ إذا استخدمته في شر هذا عند الله عز وجل، ولكن إذا كنت في خير فأنت يعني ستثمر هذا الشيء لنفسك ولمن خلفك. أنت الآن قادم على مرحلة أبوية، قادم على إلى آخره. إذا كنت أنت مربي نفسك على أنك أنت تستخدم وتقنن التواصل الاجتماعي والى آخره، سينقلب هذا الشيء على أبنائك. جميل، جميل جدا. يعني خلينا يعني نركز على او نلخص الكلام اللي ذكرته الجميل، انه اولا هي مسؤوليه فرد الاسم من مسؤوليه المجتمع، ثانيا ان السوشيال ميديا بسببها قد يعني او قطعا ستعرف احوال اخوانك المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وابتعادك عن السوشيال ميديا قد يجعلك مبتعد عن الواقع وبالتالي تبتعد عن نصرة اخوانك المسلمين. نعم، وهو سلاح ذو حدين، هذا امر جدا مهم. وهو سلاح ايضا ذو حدين. عمار، من وجهة نظرك ما هي يعني ابرز الحلول والايجابيات لما ذكرنا سابقا من سلبيات ومشاكل؟ والله الحلول بسيطة جدا.
جدا بسيطة. دائما نقول زي ما قلنا مخافة الله قبل كل شيء. هذا إذا أنت أصلا كنت خاف من الله أو حطيت حد ما بينك وبين الأشياء هذه، فدائما بتركز على الأشياء الإيجابية وتبعد عن السلبيات. ثانيا زي ما يقول الوقت، وقتك لا يضيع كله على السوشيال ميديا، على التفاهات. ايوه، لا حتى لو انك قاعد في السوشيال ميديا حاول انك تستفيد من هذا الوقت. وزي ما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني تخيل كثير من، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق، كل الناس تحسدك على هذه النعمتين، الصحة والفراغ. وعندنا ناس يعني آبائنا الحين، كلنا آبائنا يعني يتمنون الزمن يرجع عشان يلاقون الوقت. الزمن هذا اللي قاعد يمشي، وكل ما زي ما تقول تجري في الحياة هذه، يضيع الوقت على أشياء تافهة. حرام والله، ما يصير نهائيا. الناس الآن قاعد تستغلها بشكل سيء، بشكل سلبي. فلو تستغلها بشكل إيجابي، تتعلم مثلا دورة، تاخذ لك لغة، كورس، أنت المستفيد قبل أي شيء. ولو أنت استفدت راح تطور من نفسك، راح تطور من مجتمعك، راح تطور من حياتك، من أهلك، من الناس اللي حوالينك. زي ما يقولون الإنسان الناجح واللي عنده أهداف دائما يأثر على الناس اللي حوالينه، بعكس الإنسان اللي ما هو ناجح، الإنسان الضايع في هذه السوشيال ميديا والأشياء ذي، فبرضه بيأثر على الناس اللي حوالينا. دائما خذ الطريق الصحيح وامشي فيه، وابعد عن الملهيات، وكرس وقتك كله للخير والفعل الخير. زي ما قال أخونا أنس، الناس في ناس كثير ما كانت تعرف، يقول لك إيش صاير، إيش ما صاير، السودان إيش فيها وما إيش فيها. في ناس عن غزة ما كانوا يعرفون ذا الشيء، العالم كله انتفض وهو ما هو عارف. فدائما ركز على الأشياء الإيجابية، على الخير اللي موجود في السوشيال ميديا والهواتف الذكية. دائما نركز زي ما قلت، نحط الله قدامنا في كل شيء. هذا هو أول حاجة إذا سويتها، فمن بعدها إن شاء الله ربنا بيوفقك. ودائما ندعي ربنا أن يوفقنا للخير، يبعد عننا كل شر، ونختار الطريق الصح، ويبعدنا دائما عن الملهيات والتفاهات اللي موجودة في هذا الزمن. ونسأل الله أن يوفقنا ويعيننا، وإن شاء الله يدلنا على طريق الخير دائما يا رب. جميل 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 جدا. إذن يعني صراحة حديث ماتع. أولا أشكركم جزيلا أخي عمار وأخي أنس. تقريبا خلينا نقول إحنا غطينا أهم الجوانب اللي تهم الشباب. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الطرح الجميل. هل من كلمة أخيرة يا أنس قبل أن نختم هذه الحلقة الماتعة؟ والله يا أخي لا أزيد ولا على كلام أخي عمار، ولكن من باب يعني وضع النقاط على الحروف. تقوى الله عز وجل دائما عبد الرحمن هي السلاح المنجي لهذه الأمور. عندما يضع الإنسان الله عز وجل في نصب عينه، يستطيع أنه يقنن ويرى هذه الأمور برؤية رؤية خلينا نقول رؤية الآخرة. فذلك في أحد الكتب لأحد المشايخ كان يقول دائما حط في بالك سؤال عندما تفعل أي شيء، هل يقربني إلى الله وينفعني في الدار الآخر أم لا؟ خل هذا عيارك دائما، هل ينفعني هذا الشيء ويقربني إلى الله عز وجل وينفعني في اليوم الآخر أم لا؟ هذا عنوان بسيط ضعه، أنا لا أحطه على السوشيال ميديا بس، إنما على كل يعني قانون هذا أو شيء تمشي عليه. هل ينفعني ويقربني إلى الله وينفعني في اليوم الآخر أم لا؟ هذا سؤال، قس عليه بعده ماذا ستفعل، والله أعلم وأحكم. الله يجزاك خير يا أنس. عمار كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أخي اكسبوا الوقت. تابعوا حلقاتنا، عندنا قناة سلام جميل. من القنوات المفيدة صراحة. يعني نحن ما احنا خبراء، وما احنا يعني زي ما تقول ناس دارسين مجال لهذا. نحتاج دعم الشباب في هذه القناة،
يحتاج أوجه جديدة، يحتاج دعم كل الشباب لإحياء هذه القناة تستقبل الكريمة ايضا والفاضلة. اتصالاتهم ترى. نعم. إيه، واللي حاب يشارك معنا فالمجال مفتوح والباب مفتوح لكل الشباب. هذه من الإيجابيات والحلول. صحيح صحيح. احنا ممكن ايضا من هذا المنطلق ندخل ايضا مشاهدينا الكرام حتى يتواصلوا معنا ونسالهم سؤال: ما هو اثر السوشيال ميديا على حياتكم انتم؟ يعني حتى آراء خاصة اعزائنا كمان. المشاهدين، ايضا اذا كان هناك اراء خاصه سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر التعليقات، او اي منصه من منصات شبكه سلام الاعلاميه، او ايضا حتى على رقم البرنامج. هذه الملاحظات، هذه الاستفسارات اولا يعني تفيدنا وتقوينا وتقوي من البرنامج، وايضا يعني يكون هذا البرنامج هو اقرب الى الواقع واقرب الى مشاكل الشباب واقرب الى مشاكل المجتمع. اخي عمار، شاكر لك. الشكر موصول لك والأخي أنس وللأخوة المعدين في هذا البرنامج اللي يتعبوا معانا. إن شاء الله بعد الحلقة دي الشباب كلها بتكون معانا إن شاء بإذن الله. الله تعالى، بإذن الله جزاكم تعالى. الله كل خير. الله يعطيك العافية أنس، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك عبد الرحمن ولعمار ولمشاهدينا الكرام على هذه الحلقة الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم امين. نقطة الختام اعزائي المشاهدين: السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالوقت، والله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ضياع الاوقات في الحديث: لا تزول عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها وعن عمره فيما افناه. والسوشيال ميديا هي اكبر مشغل للاوقات، او قد تكون اكبر نافع ومستغل للأوقات. احفظوا أوقاتكم جيدا. نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونسألكم أيضا الدعاء لأهلنا المسلمين في كل مكان، وتحديدا في أهلنا في السودان خاصة، لأنهم في أمس الحاجة إلى الدعاء في هذه الأيام العصيبة. نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يشفي جراحهم، وأن يرحم موتاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله في نفس الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. لله نعمل والقرآن منهجنا، به نسود كما أجدادنا زادوا.